السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ديالكم. البنات بغيت ندير معكم شباكيه بما ان دابا الوقت ديالها وكاينين لي كوموند فيها، قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. غندير معكم هنايا غير المقادير ديال العجنه. البنات اول ما نبداو به الفيديو ديالنا هو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله البنات هاد الشباكيه اللي كنحتاجو فيها، عندي هنا كيلو وربع ديال الدقيق الابيض، النوعيه الممتازه فورس الممتاز ديال الحلويات، يعني كيلو 250 غرام. عندي كاس ديال الجنجلان حمرته شويه صهدته وطحنته، كاس ديال اللوز اللي قليته في الفران مفسخاه ومقلي. بلاتي نوريكم، ها هو خديت اللوز بطبيعه الحال درت ليه المطيب فسختو وقليته بمعلقه ديال الزيت في الفران، اللي كنبقى مقابلاه في الفران في اللاطه، كنبقى نحرك فيه حتى ياخذ ليا هذا اللون ديال القليان. كيجيو غزال البنات، احسن من اننا نقلوه في الزيت. بما ان الزيت غلا نديرو ليه حلول. قليته هكا في الفران غير بمعلقه ديال الزيت وخديته طحنته هو باقي سخون، طحنته حتى نيلته مزيان في الطحانه. خديت هنايا معلقه عامره ديال النافع مطحون، معلقه عامره ديال القرفه حتى هي مطحونه ومغربله مزيان، خماره، قبيصه ديال الملحه راها كميه لا باس بها ديال الملحه، مسكه الحره هنا طحنتها من بعد النافع، وعندي هنايا معلقه صغيره ما عامراش ديال بسيبيسه مطحونه. صافي غنخلط هاد المقادير كاملين. عندي هنايا كاس ديال الزبده مذوبه، انا استعملت هنا مارغرين، خديت مارغرين ذوبتها خليتها حتى دابت تحمرت كوم نوازيت، كيمشي من هذاك الماء اللي كيكون فيها. زدت عليها كاس مخلط ما بين زيت البلديه والزيت النباتيه، غادي نبسبس ليها هذا الطحين كامل. صافي كنبسبس هذا الطحين مزيان بهاد الزبده والزيت، وغادي نغطي عليه ونخليه واحد شويه يرتاح ويتشرب لي هاد العطريه ديالو. صافي البنات غندير ليه فيلم اليمونتير، نغطيه هكا وندير ليه فوق زيت من الفوق منديل باش ما يهش ليا هذاك الطحين والزبده، ودرت ليه هذاك الفيلم اليمونتير. صافي غنخليه بحال هكا البنات يرتاح ليا واحد شويه، ونوليو نتلاقاو باش نديرو التتمه ديال الشباكيه ديالنا. بعد ما ارتاحت ليا البنات العجينه، خليتها حتى ارتاحت مزيان. غنضيف هنايا نص كاس ديال الخل اللي درت فيه الزعفران الشعره والملون، غنضيف كاس ديال المزهر مع مرش، غنضيف صفر بيضه، وعندي هنا كاس ديال الماء ديال العنبه، كاس ديال الماء طايب. بسم الله، غنبدا نعجن هذا العجين هذا ونضيف الماء طايب. غنبدا نضيف هنايا البنات الماء طايب كما قلنا. هذاك الماء طايب البنات كيسهل علينا الديك ديال العجينه وما كتمحناش، وحتى ديك الزبده بالماء طايب كتطلق مازال معنا وكتخدم لنا مزيان. غنبقى ندلك فيها نجمعها بالماء طايب داك الكاس، وإلا خصني من طبيعه الحال كنزيد على حسب النوعيه ديال الطحين. كندلكها مزيان حتى كتجمع ليا، وكندلكها كنعطيها شويه دليك. هانتوما البنات انا هنايا كملت الكاس ديال الماء طايب ودلكتها مزيان. غادي نقطعها هكذا كما كتشوفوا، وكنطويها بحال الشكل ديال الورقه على 3، وكنعاود نطويها على 3 ونحتفظ بها وندوزو نخدمو دابا الشباكيه ديالنا. كنطلقها البنات هكا الطرف ديال العجين، كناخذ الماكينه عندي هنا انا مريقلاها في الجوج، كندير لها طلقه وحده نيشان، نحيدو الزوائد من الجناب، هذوك الجناب نحيدهم باش كيجيني الشكل ديالها
صغير. صافي كنحسب 1 2 3 4 5 الخمسة كنقطع فيها، الخمسة كنقطع فيها. ناخدو الاولى على الثالثه بجوجهم فوق الخامسه، هادو كندير 1 على 1، كنتيريو شويه اوتوماتيكمون كيتجمعوا لنا دوك القنيسات. صافي كتجينا على شكل 8. نجبدوها شويه. صافي البنات هكا كتكون الوريده ديالنا ولا الشباكيه ديالنا واجده. غادي نزيد معكم الاولى فوق الثالثه بجوج بهم كنحطوهم فوق الخامسه، نديرو هذا 1 فوق 1، نتيريو شويه، نجمعوا هاد القنيسات اللي كيتجمعوا لنا بوحديتهم. صافي نقادوها كتجي على شكل 8 وريضه، نتيريوها شويه، نجمعوا هاد القنيسات. ضروري البنات كنجمعوا دوك القنيسات باش في القليان ما كتحلش لينا. ديما الاولى فوق الثالثه بجوج بهم فوق الخامسه، 1 فوق 1 من دوك الثانيين. صافي كنجمع لها القنيسات، نشكلها على شكل وريضه، نجمع لها الجناب هكذا البنات. كنحيدو دوك الزوائد. انا راه دايره هنا اللي كاع على حساب يدي، عندي واحد الضربه فيها وما بغيتش نبقى نخدم بها ديريكت العجين. كتشوفوا البنات كنجمع هنا دوك الجنيبات. صافي نتكي عليها مزيان باش تشد ليا من الجناب، ونجمعهم نستفهم في اللاطه حتى كنكمل الكميه اللي عندي. هكذا الاولى فوق الثالثه بجوج بهم فوق الخامسه، هادو 1 فوق 1. كنتيري شويه، ما كتخافوش منها راه ما كتقطع ما والو حيت العجينه ناجحه 100%. كنتيريوها نشكلوها على شكل 8، كتعطينا ديك الوريضه. نجمعوها من الجناب مزيان. صافي البنات انا نكمل هاد الكميه اللي عندي البنات كامله كما كتشوفوا هكا. غنكمل ونتلاقاو ان شاء الله في ساعه القليان. انا كنخليها كتبات الليل كامل، كنخليها تبات والصباح عاد كنقليها. وإلا خدمتها الصباح انا غالبا كنخدمها في العشيه ونخليها تبات. الا خدمتوها الصباح البنات كتخليوها حتى العشيه عاد كتقليوها باش كتكون هي كنشفات وشدت في راسها مزيان، وكتجينا ما كتحلش لينا في القليان ما والو. كندير لها هكذا البنات منديل ونصفها ونخليها تبات حتى الصباح. منين صبح الحال البنات درت المقله هنايا فيها حمام ديال الزيت، يعني غلبت فيها الزيت وكنقلي الشباكيه ديالي كيف ما كتشوفوا بطريقه سهله. ما كتخافوش منها لا تكسر ولا كتكون زعما قابطه في راسها، وكتجي سهله في القليان. كلشي كيبان قدامكم هنايا. درت هنايا القليه الاولى في العسل، كندير العسل على في جوج ديال الطاسات. انا دايره هنا طاسه فيها العسل درت فيها القليه الاولى، ودايره الطاسه الثانيه اللي غندير فيها القليه الثانيه، باش على ما كتشرب ليا القليه الاولى تشرب العسل مزيان. عاد كنولي نحيدها وكتكون القليه الثانيه حتى هي كتشرب العسل. كنستمر هكا البنات في القليان حتى كتقلى ليا الشباكيه مزيان وكتحمر من جوج جوايه. ما كنخليوهاش حتى كتحمر بزاف، كتاخذ اللون ديالها في العسل. هنا راه اللون ديالها موحد، وانما كيبان هكا على حسب الضوء ديال الكاميرا اولا ديال الفلاش. كنسقطروها مزيان من الزيت باش ما كيخسرش لينا العسل ديالنا. انا درتها في العسل الثاني كيف ما كتشوفوا. ها العسل الاول فيه الشباكيه وهذا العسل الثاني باش هذه كتاخذ حقها في العسل. غنستمر البنات انا هكا في القليان وفي التعسال حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي. كنحاولوا البنات ديما نغطسوها في العسل وهي باقا سخونه. كما كتشوفوا هنايا عندي العسل ثقيل وكنغطسها فيه وهي مازال سخونه باش كتشرب ليا العسل وكتجي مزيانه. هانتوما كتشوفوا البنات العسل راه ثقيل مزيان، حيت ما حدنا كنديروا فيه شباكيه سخونه وهو كيتطلق معنا ما كيبقاش ثقيل هكذا. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه كما كتشوفوا. بعد ما تقلات انا استفتها في الطاسات ودرت لها جنجلان. هي هذه الشباكيه البنات اللي درت معكم
كنتمنى انها تعجبكم في التشبيكه ديالها، كتجي غزاله، كتجي مرده كما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديالها. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم. كنتمنى ان شاء الله انها تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم. ما بقى لي غير نقول لكم مرحبا بكم عند اختكم ام سعد. ديروا لايك، بارطاجيو مع الحباب ديالكم، ما تنساوش سبسكرايب وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. وعواشركم مبروكه، ان شاء الله يلقاكم رمضان في صحه جيده. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. كما كنقول لكم ديما ما تبخلوش على الفيديو باللايك ديالكم، بارطاجيو مع الحباب ديالكم. الى اللقاء.